أسعد الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضل أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. البلاد تشارك في قمة منظمة أفريقيا الكاريبي الباسيفيك. دعوة للعمل المنسق لتأمين الكفاءة الأكاديمية والمشاركة في حقات. عمال شركة الأسمنت الإريترية يقدمون مساعدات مالية لأسر الشهداء. ختام جولة جديدة من المحادثات السورية بأستانا. أوروبا تدشن اتفاقية خضراء. وإيران تقول أنها أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا. أهلا بكم إلى التفاصيل. شاركت إريتريا في مؤتمر قمة منظمة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ التاسع الذي انعقد يومي 9 و10 من ديسمبر في العاصمة الكينية نيروبي، ممثلة بالسفير بين الرؤوسهم والسكرتير الأول في السفارة الإريترية بكينيا السيد ميكائيل تسفاي. وبحث المؤتمر قضايا تأثير التغير المناخي والإدارة المتوازنة والسلام والأمن ومكافحة الإرهاب وإدارة الموارد البحرية والتجارة البينية النشطة بين الدول الأعضاء، وخرج ببيان مشترك. كما صادق المؤتمر على تحسينات الاتفاقية التي تضم مبادئ موجهات المنظمة المعروفة باتفاقية جورج تاون، وضعا في الاعتبار تغير الميزان السياسي والاقتصادي في القرن ال21 وقيم الأعمال المنفذة من سنة 2016. وأشار السفير بين الرسم إلى أهمية علاقات الشراكة، موضحا بأن إريتريا تنظر بأهمية كبيرة أنشطة الصداقة والشراكة بين الدول الأعضاء، وشرح موقفها في الإعمار والتطور الاقتصادي. وهنأ السفير بين الرسم الرئيس أوهورو كينياتا المنتخب رئيسا لمجلس رئاسة الدول الأعضاء لمنظمة أفريقيا والكاريبي والباسيفيك، والسفير جيرجيس بينتو تشوكتي أمينا عاما للمنظمة، ودعا الدول الأعضاء لتعزيز مشاركتها وتقديم المستحقات المالية السنوية للعضوية. وكان اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة قد عقد من 6 حتى 8 من ديسمبر. وتأسست منظمة أفريقيا والكاريبي والباسيفيك التي مقرها بلجيكا في العام 1975، وتضم 79 دولة في مظلتها. دعا مسؤول مكتب التعليم في إقليم معنسب الأستاذ كفلاي عند مسألة تعزيز دور المدراء والمعلمين والجهات المعنية للعمل المنسق بالتعرف على جوانب القصور السائدة في عملية التعلم والتعليم من أجل تأكيد الكفاءة الأكاديمية والمشاركة الفعالة. وفي الاجتماع المنعقد في 9 من ديسمبر الجاري في مدينة حقات، شارك فيه مدراء 15 ضاحية وممثلي المعلمين وغيرهم من الجهات المعنية. قدم ممثل مكتب التعليم في مديرية حقات الأستاذ إدريس عبد تقريرا مفصلا ذكر فيه تدني مستوى المشاركة في مائدة التعليم، كما أشار إلى إيجاد حلول لعملية التأخيرات السائدة في بداية العام الدراسي. كما قدم المشرفون التربويون تقارير حول التأخيرات السائدة في بداية العام الدراسي وأوضاع الطلاب ومستوى كفاءاتهم والتحديات وأوضاع وقدرات وقلة المعلمين ونقص الفصول الدراسية وإهمال أولياء الأمور وعدم تجمع القرى ودور الشركاء والإدارات بالنظر إلى الأهداف المبتغى تحقيقها. وتم التوصل إلى فهم مشترك بعد المناقشات الواسعة التي أجراها المشاركون. من جهتها دعت مديرية حقات السيدة أمنة حاج عثمان لإيجاد حلول عاجلة على العناصر المؤثرة إيجابا على العملية التعليمية بالحفاظ على الإيجابيات التي تتمتع بها المديرية، مشيرة إلى بناء ملعب رياضي وصيانة أدوات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الجهات المعنية. وتوجد في مديرية حقات 34 مؤسسة تعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، و3 مؤسسات لتعليم الأطفال الذين فاتتهم فرص التعليم في العمر المحدد. وبصفة عامة يتابع حوالي 13,000 طالب تعليمهم الأكاديمي في المديرية. يقوم المزارعون في ضاحية دينانالو بمديرية فرو بجهود لتوفير متطلبات المديرية من الخضر والفاكهة وتوجيه الفائض إلى الأسواق الأخرى. ودعا منمو البساتين الذين بدأوا الزراعة المروية في منطقة قلعلي بجلب البذور من مديرية قندع الجهات المختصة
لتقديم الدعم لتدعيم الخبرة المكتسبة بالأسلوب العلمي. وأوضح مساعد مدير ضاحية دينانالو السيد صالح سعيد أن المزارعين النموذجيين في وضع جيد نتيجة جهودهم، داعيا وزارة الزراعة والجهات الأخرى لدعمهم. وأشار مدير مديرية فور السيد عثمان إلى وجود المزارع المروية في ضواحي دينانالو أوروبية وفامعاري وإرافايلي بوضع جيد، وسيقدم الدعم الفني لمزارعي قلعالي. شاركت إريتريا في الاجتماع الرباعي للمجلس الوزاري لمنظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، وكذلك معرض الشباب الثقافي الذي نظم في مصر. وعقدت الجالية الإريترية في جوبا بجنوب السودان مؤتمرها الرابع، بينما قام الإريتريين المقيمون في إيطاليا ودبي وأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة بأنشطة وطنية. وترأس وفد إريتريا في الاجتماع الدوري الأربعين للكوميثا الذي عقد من 25 أو حتى 28 من نوفمبر الماضي في لوساكا الزامبية سفير إريتريا في كينيا السيد بين رؤسهم. وقيم الاجتماع الذي شاركت فيه 21 دولة عضوة والخبراء قيم تطور تنسيق البرامج الإقليمية ووضع برنامج عمل وميزانية 2020، واحتفل بالذكرى 25 لتأسيس المنظمة. وطالب السفير بين رؤسهم في النقد الرسمي الذي قدمه الاعتذار الشفوي والكتابي من رئيس المنظمة عن المحتوى الذي خص إريتريا في الكتاب التعريفي بالتجارة والاستثمار الذي وضعه المجلس الاستشاري التجاري للكوميسا، والذي يعتبر غير مسؤولا وتنقصه الشفافية إلى كونه بعيد عن الحقيقة ويؤثر سلبا على إريتريا وهو ذو أهداف سياسية. من ناحية ثانية، عقد المشرفون على القوى الاجتماعية الإريترية القادمون من مدن روما وميلانو وبولونيا وبارما وفيرونا وتورينو ونابولي وكاتانيا وباري وبيريزا وفلورنسا وبيسكارا الإيطالية اجتماعا تقييميا نصف سنة ويوميا 7 و8 من ديسمبر في مدينة ألبا أدرياتيكا. وأوضح سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيستهات بيتروس في التوضيح الذي قدمه أن الحكومة مهدت برنامج الاستثمار الذي يمنح الأولوية للمواطن بهدف الدفع ببرامج التنمية والإعمار وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، موصيا للاستفادة منه لفوائده المزدوجة. وقدم شرحا عن الأوضاع في البلاد والمنطقة. وبحث الاجتماع تقرير اللجنة الوطنية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وشباب الجبهة الشعبية والجالية ولجنة الإعلام والانضباط. وقدم مسؤول الشؤون الشعبية والمجتمعية السيد جيرماي هبت ميكائيل قدم برامج عمل الأشهر الستة القادمة. وخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات للدفع ببرامج العمل المستقبلي. في غضون ذلك عقدت الجالية الإريترية في جوبا مؤتمرها الرابع يوم 8 ديسمبر تحت الشعار وحدتنا ثمرة انتصارنا. ودعا سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تخلا ميكائيل في الاجتماع الذي شارك فيه حوالي 250 ممثلا لتعزيز مساهمة جميع المواطنين، لأن الجالية تعتبر ظلا لكافة الإريتريين. وأصدر المؤتمر بعد تحسين القوانين الداخلية قرارات لتقوية الجالية ومساعدة أعضائها، وانتخب مجلسا من 30 عضوا. من جهة أخرى، شارك أعضاء الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في مصر في المعرض الثقافي الذي نظمته كلية الإعلام في جامعة القاهرة يوم 9 ديسمبر. وعكس الجناح الإريتري في المعرض الذي شاركت فيه دول أفريقيا وآسيا وأوروبا الموارد السياحية وأعمال يدوية توضح ثقافة وتراث إريتريا ومناشط فنية. وحضر مناسبة افتتاح المعرض القائم بأعمال السفارة الإريترية في مصر السيد عبد الله محمد آدم، ومسؤول الشؤون الثقافية في السفارة السيد حبيب عثمان. وفي الإمارات العربية المتحدة احتفلت المرأة الإريترية في أبو ظبي ودبي بالذكرى الأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في دبي السيدة سعيدة محمد طه في المناسبة أن المرأة الإريترية تشارك بقدر المساواة والكفاءة في كافة مجالات متطلبات البلاد. من جانبها أوضح السفير إريتريا في الإمارات العربية المتحدة السيد عثمان محمد عمر أن تأسيس الاتحاد خلق الأرضية الواسعة لتأطير المرأة في اتحاد وطني والنضال من أجل الاستغلال وتأمين حقوق وكرامة المرأة، وهنأ قائلا بأن صفحة تاريخية كبيرة تفتح.
تبرع عمال شركة الأسمنت الوترية 36 ألف نخل في إطار المبادرة المتخذة لمساعدة أسر الشهداء المحتاجة، حيث قدم لكل أسرة 6000 نقف لعام واحد. وأشار المدير التنفيذي للشركة السيد ولدو كيداني في مراسم التسليم التي جرت في 11 من ديسمبر الحالي إلى استمرارية الدعم المقدم لأسر الشهداء المحتاجة المقيمة في ضاحية حقيق وفي المجالات الأخرى. بدوره قال مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد كيداني يوهنس أن المبادرة خير دليل على ثقافة الشعب الوتري التعاونية والتكاتفية، داعيا للدفع بها قدما بتنظيم أعلى. كما أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن الشباب العمال في فرع وزارة الصحة بالإقليم قاموا بصيانة منازل الأسرتين اللتان قدموا لهما مساعدات مالية في السابق. سيداتي سادتي، إلى فاصل ثم نواصل. أهلا بكم من جديد. قالت روسيا وتركيا وإيران بعد محادثات في قزاخستان أنها قلقة من تزايد وجود الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب بسوريا، وتعهدت بالتنسيق من أجل القضاء على المتشددين. وقالت الدول الثلاثة في بيان مشترك بعد المحادثات أن موسكو وأنقرة وطهران ترفض محاولات خلق واقع جديد على الأرض بما يشمل مبادرات حكم ذاتي غير قانونية، وأشارت إلى أنها تعارض الاستيلاء على إيرادات النفط السوري. وكانت قد شدت الدول الضامنة في البيان الختامي للجولة 14 لمحادثات أستانا حول سوريا على رفض مبادرات فرض أي حكم ذاتي بذريعة مكافحة الإرهاب، مؤكدة على أهمية حفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها وضرورة العمل إلى اللجنة الدستورية دون أي تدخل خارجي. سعت أوروبا لتعزيز المعركة العالمية المتعثرة ضد التغير المناخي بتدشين اتفاقية خضراء لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري. ومع تسبب الحرائق والفيضانات والجفاف في قتل ملايين الأرواح في أنحاء العالم، تطرح السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي الخطة وكأنها لحظة تاريخية للاتحاد لتحيي الأمل في نفوس ناشطين يدافعون عن البيئة في أن تحزو دول أخرى تتسبب في انبعاثات كربونية هائلة حزو التكتل. وعبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله في أن تطلق الاتفاقية الخضراء دائرة فعالة تقوم فيها دول تنتج انبعاثات الكربون بشكل كبير مثل الصين والهند واليابان، بزيادة تعهداتها بموجب اتفاقية باريس لعام 2015. قال محمد جواد آزري جهرمي وزير الاتصالات الإيراني أن بلاده أحبطت هجوما إلكترونيا كبيرا شنته حكومة أجنبية على البنية التحتية الإيرانية، وذلك بعد شهرين من تقارير عن عملية إلكترونية أمريكية ضدها. وكان مسؤولون أمريكيون قد أبلغوا رويترز في أكتوبر الماضي أن الولايات المتحدة نفذت ضربة إلكترونية سرية على إيران بعد الهجمات التي وقعت على منشآتي النفط السعوديتين، والتي اتهمت واشنطن والرياض طهران بالمسؤولية عنها. وسلطت أنباء الضربة الإلكترونية الأمريكية الضوء على مدى سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للتصدي لما تراه عدوانا إيرانيا دون تصعيد الأمر إلى صراع عسكري صريح. فر السكان من مناطق في شرق أستراليا من منازلهم وسط تهديد ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح بانتشار حرائق غابات في حريق ضخم بشمال سيدني أكبر مدن البلاد. وتدهورت جودة الهواء في أجزاء من سيدني، حيث استيقظت المدينة على قطاع كثيف آخر من الدخان، مما تسبب في تعطيل خدمات النقل وأدى إلى إصدار السلطات تحذيرات صحية. ويشتعل أكثر من 100 حريق في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا في شرق أستراليا، والكثير منها مشتعل منذ نوفمبر، وأدت الحرائق إلى مصرع ما لا يقل عن 4 أشخاص، ودمرت أكثر من 680 منزلا، وحرقت أكثر من 1,000,000 هكتار من الغابات. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا إلى نقطة الختام. دمتم في أمان الله وحفظه.